حتى لو لسه ما فتحتش كتاب بعد الفيديو ده تقدر تقلب السنه 180 درجه من النهارده. كل دقيقه بتعدي عليك وانت لسه ما ذاكرتش حد تاني بيقرب من مكانك انت في كليه احلامك انت. عارف، مش المشكله انك لسه ما بداتش، المصيبه انك لسه فاكر ان لسه في وقت. في الفيديو ده هحكي لك ازاي بدات في شهر 3، في نص شهر 3 تقريبا، ودخلت كليه صيدله. الفيديو ده انا هتكلم فيه من كل قلبي، مش محضر اي كلام ولا اي حاجه، واحتسب عند الله لعل وعسى ان انا اكون مثلا مجرد سبب بسيط ان انا ارجع لحد الامل. واحد كان فاقد الامل خالص ان انا ارجع له الامل، لان دي فتره مصيريه والله يا جماعه، وده مستقبل والله العظيم. زي ما انا كنت في نفس الوقت ده مستني كلمه من حد عشان يرجع لي الامل، او احس ان انا خلاص هقدر اعملها. انا دلوقتي جاي افوقك واحكي لك تجربتي كامله، لعل وعسى كلامي دوت يقع في قلب حد او يلمس خاطر حد مثلا، واكون مجرد سبب بسيط ان انا رجعت له الامل وقدر يعمل حاجه عشان بعد كده ما يرجعش يندم. واسال الله الخلاص والتوفيق. انا يا جماعه بدات يوم 15 3 بالظبط، يوم 15 3. قصتي في ناس منكم عارفاها وفي ناس مش عارفاها وفي ناس طلبتها مني، فهحكيها النهارده. انا بدايتي كانت في اول السنه، كانت غير اي بدايه طالب خالص. اي حد هيتكلم معاك هيقول لك ان انا بدات السنه داخل بقوه وداخل مش عارف ايه. انا بدات السنه اول فتره كده، بدات مش كان في دماغي، لان انا زي ما الناس عارفه ان انا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي ما كنتش يعني في دماغي اي حاجه، ما كنتش شاطر خالص ولا عارف اي حاجه في اي حاجه، عديتهم كده ايه، كنت بنجح على الحركرك زي ما بيقولوا. جيت في ثالثه ثانوي، في بدايه ثالثه ثانوي، ودي هتودينا لنقطه مهمه هنتكلم فيها بعدين، ان انت لازم تحط لك هدف. لازم تحط لك هدف، ما تقولش مثلا سيبها على الله، طبعا ما احنا كلنا على الله، بس انت لازم حرفيا تحط لك هدف، عشان دوت اللي هيمشيك، ده اللي هيخليك تتحرك، لان هيعدي عليك فترات في ثانويه عامه والله العظيم من الضغط اللي فيها انت اساسا هتكون كاره نفسك. قلت انا لازم ابدا وانتظم وكل الكلام ده. اول حاجه عملتها قلت ان انا هشوف كليه مناسبه ليا، ان انا مثلا طب دي الكليه اللي انا عايز اخشها، لان انا ما كانش عندي اي فكره. يعني ما كانش عندي اي فكره عن اي كليه، وما كنتش عايز اخش طب بشري. يعني انا يعني رحم الله امرئ عارف قدر نفسه، انا في اولى ثانوي مش عارف حاجه، ما عنديش اي اساسيات. واي نعم الناس اللي كانت بتذاكر في اولى ثانوي وثانيه ثانوي دول عندهم اساسيات نفعتهم شويه في ثالثه ثانوي، بس اللي ما ذاكروش برضه عادي، يعني مش اساسيات اللي هي لو من غيرها ان انت مش هتنفع، لا عادي هتكمل. ف ما كنتش حابب طب بشري. طب بشري عايز واحد نفسه طويل، عايز واحد داخله عن حب وشغف، لان الضغط اللي فيه ضغط كبير قوي. يعني احنا يمكن احنا كليتنا كلية صيدلة في العموم يعني الصعوبة فيها صعوبة محتوى، أما الطب البشري صعوبة كم. هو دراسة الطب كويسة جدا، أنا عن نفسي بحب دراسة الطب، بس الصعوبة اللي فيها صعوبة الكم، بيديك كمية كبيرة قوي في فترة صغيرة خالص. أما احنا عندنا برضو كمية بس مش نفس الكمية بتاعتهم، وعندنا بقى صعوبة المحتوى بقى، إنه كيمياء واستراكشرات وكل الكلام ده. فالمهم يا جماعة دخلت على اليوتيوب، قعدت أبحث على كل الكليات، أشوف إيه الكلية اللي هتناسبني، إيه الكلية. في الأول برضو ما كانش في دماغي المجال الطبي خالص، يعني برضو ما كانش في دماغي قوي. فدخلت على كلية هندسة، وعجبتني بسبب الاسم بقى وهندسة وكل الكلام اللي إحنا عارفينه دوت. فبحثت شوية عن كلية هندسة والكلام دوت، واستقريت عليها فعلا. يعني استقريت عليها في الأول وقلت خلاص الكلية مناسبة وكل الكلام ده، وخمس سنين وبتاع. استقريت عليها في الاول، بس بدات اتعمق فيها الاول، لان انا الاول ما كنتش اتعمقت في الكليه، اللي هو خدت حاجات بسيطه عنها كده وصعبه وكده، قلت عادي يعني هخشها عن حب وبتاع وهذاكر فيها. فبدات ان انا اعرف واكتشف بعد كده ان الدراسه فيها كلها فيزياء ورياضه تقريبا. اكتر مادتين انا مش جاي معايا خالص، ما بحبهمش يعني. اكتر مادتين انا ما كنتش بحبهم في بدايه ثالثه ثانوي يعني، لما ما كنتش يعني كان مادتين صعبين هم تقريبا، يعني مادتين صعبين. فالمهم يا جماعه الخير، بعد ما استقريت على الكليه ديت بدات ان انا اعرف بقى شويه عيوب. الاول ما كنتش شايف غير مميزات، بدات اعرف بقى شويه عيوب وكل الكلام دوت. فقلت لا الكليه دي مش مناسبه. بدات بقى دخلت في المجال الطبي، لاني اقل من هندسه بقى تخش في كليه علوم وكل الكليات ديت، فما كانش يعني. دخلت بقى ايه على المجال الطبي، ان انا ابحث في المجال الطبي اكتر. بدات في صيدله، اول ما دخلت على صيدله مش حاببها، حرفيا مش حاببها، كيمياء بقى وكل الكلام ده لا مش حاببها. اسنان، عديت اسنان وبشر مش عايزه، فدخلت على اسنان بقى، بدات ابحث فيها اكتر واتعمق في الموضوع اكتر، سنين الكليه الدراسه كل الكلام ده. وهي ديت الكليه اللي انا استقريت عليها، ودخلت قلبي حرفيا دخلت قلبي، لمجرد ان انا بعدها على طول، مش هتصدق ان انا بعدها على طول بعد ما خلاص الكليه ديت انا عايز الكليه ديت، رحت نزلت شويه صور كده ورحت طبعتهم في المكتبه ولزقتهم على الحيطه. خلاص انا عايز اخش طب اسنان، بس ما كنتش معرف حد في البيت يعني، هم عرفوا لوحدهم يعني من الحاجات المرسومه على المكتب والصور. فالمهم يا جماعه الكليه دي خلاص انا عايز الكليه دي، لانها كليه عمليه وانا شغل عملي اكتر من نظري. فدي حاجه كويسه يعني، وكليه يعني لها برستيج وكاريزما وكل الكلام ده، في كليه كنت حاببها جدا.
فالمهم ان انا خلاص ديت شغفي، دي برضه هتودينا للنقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، اللي هو انت لما تحدد هدف ليك ما توقفش حياتك كلها عليه. نصيحه مني، ما توقفش حياتك كلها عليه، لان انا قلت ان انا خلاص انا عايز الكليه دي، مش هخش غير الكليه ديت وكل الكلام دوت. ودوت وداني لحته وحشه قوي بعدين، يعني وداني حته وحشه قوي بعد ما جبت المجموع بقى. المجموع كان كويس يعني لحد ما المهم ان انا قلت، كنت عارف ان انا مش هلحقها، لانه كان اقل منها بواحد في المية. فكنت عارف ان انا مش هلحقها، فكنت بس واهم نفسي، قلت خلاص بقى اخش خاص ومش عارف ايه. والحمد لله ان انا ما دخلتش، لان انا فعلا قدمت وسحبت ملف تاني بعد ما قدمت. الحمد لله انا ما دخلتش. ودايما اعرف ان ربنا بيختار لك الخير، دايما اعرف ان ربنا بيختار لك الخير وشايفك في المكان دوت، فهو بيختار لك الخير. فالمهم ان انا خلاص بقى اخترت الكليه دي، بدات اذاكر لها. بدات في الاول اذاكر كام اسبوع كده، لطشت في شويه مواد شويه حاجات، رجعت تاني انتكست وما بداتش اذاكر خالص، مع ان انا عايز الكليه دي. فريحت. بدايه الجد ليا حرفيا كانت يوم 15 3. دي بدايه الجد ليا، انا قلت خلاص. اصل انت 15 3 ده كان في نص رمضان، تقريبا في نص رمضان، فاللي هو انت مستني ايه؟ مستني، ما عادش في وقت خلاص، يا تاخد الفرصه ديت، دي اخر فرصه ليك، يا تاخدها يا ترجع بعد كده تعيط وتندم ومش عارف ايه لما اخر السنه كل الناس تجيب مجاميع والكلام ده، وتبقى فرحانه وانت مش عارف تودي وشك فين من الناس وتداري وشك فين يعني احساس ربنا ما يكتبه على حد. فالمهم يا جماعه الخير، ان انا خلاص بقى هبدا من يوم 15 3 بالظبط. بدات بقى اللي هو انا قلبت الدنيا خالص، غيرت النظام ده، غيرت كل حاجه، بدات انتظم في الدروس. في دروس انا مش سبت كل الدروس، هو تقريبا درسين هم اللي ما سبتهمش، والباقي قلبت الدروس كلها اونلاين. وبدات بقى خلاص، حتى اللي في البيت استغربوا ان انا عندي في البيت ما كانش حاطين امل 1% ان انا اجيب مجموع اصلا او اخش حاجه، فعادي الموضوع ما كانش في دماغهم، بس انا يعني كنت حاطط امل في نفسي بعد اليوم دوت. وبدات انتظم في الصلاه في اوقاتها، في المسجد في اوقاتها، وانتظم بصلاه كامل الليل. انا اتكلمت عنها في فيديوهات كتير، تلاقوا انتوا زهقتوا من الموضوع ده، بس صلاه كامل الليل حرفيا مش هتكلم عنها تاني. المهم ان انت صلي كامل الليل، صلي الفجر جماعه وصلي كامل الليل، الدنيا تظبط معايا. اذاكر ماده في ماده في ماده في ماده. المواد اللي كانت واقفه معايا الفيزياء كانت عامله لي ازمه، والكيمياء شويه. العضويه ظبطت الدنيا معايا خالص، كنت حابب العضويه يعني. فالمهم ان انا بدات اذاكر كل المواد وانتظم في الموضوع ده. اللي هو انا قطعت علاقتي بكل اصحابي، ما كنتش مصاحب اي حد خالص، ماشي لوحدي خالص. الدرسين اللي بروحهم دول بمشيهم لوحدي واجي لوحدي، اجي اصلي اتغدى ابدا مذاكره. كل الحاجات ديت، حتى انا في الفتره دي خسيت جامد جامد. وبان عليا يعني اللي انا خلاص فكره ان الكليه دي هتضيع مني ومش هلحق كليه وهشتغل ايه وكل الافكار اللي بتجيلكوا دي في الوقت دوت انا عارفها، اللي هو خلاص الدنيا هتضيع مني، لا ان شاء الله هلحق وكل الكلام دوت. فالموضوع ده كان مديني دافع كبير قوي. كنت مهم ربنا كرمني، فضلت ماشي على الموضوع دوت، ما انتكستش خالص، ما رجعتش خالص. اهلي يعني استغربوا ايه اللي حصل، التغيير، شايفين التغيير وكانوا فرحانين يعني، بس ما كانوش بيتكلموا يعني. المهم ان فضلت ماشي على الموضوع دوت لعند ما جت الامتحانات. الحمد لله ملتزم 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 في مواد، ما كنتش في بدايتي اساسا، يعني في بدايتي لما بدات ما كنتش في مواد، ما كنتش فتحتها حرفيا، مواد ما كنتش فتحتها. وفي مواد كنت ملطش فيها شويه حاجات زي المواد العربيه وكل الكلام دوت، كنت مذاكر فيها شويه حاجات يعني، ما كنتش سيبها بيضه خالص. وكنت خايف، والحمد لله يعني ان ربنا كرمني، وامتحانات فتره الامتحانات دي كانت اصعب فتره بالنسبه لي، عدت على خير. وفضلت بقى اللي هو قاعد مستني يوم النتيجة ده. يعني يوم حرفيا لأي طالب ثانوية عامة سواء عدى عليه كان يوم وحش بالنسبة له أو يوم حلو مش هينساه. ما مش يعني مش ناسي نظرة أهلي ليا والفرحة اللي كانت في عينيهم. والله كل دوت، كل التعب اللي أنت فيه ده وكل الكلام ده كله، والله العظيم بيهون، والله العظيم بيهون بمجرد بس إن أنت فرحتهم وفرحت الناس اللي حواليك والناس فرحانة بيك. حتى ان انا افتكر ان انا في القريه بتاعتي كنت اعلى واحد جاب مجموع في القريه بتاعتي، في القريه كلها، لان انا عايش في قريه. ففي القريه كلها انا كنت اعلى واحد جاب مجموع. فاللي هو الناس، والله يا جماعه احساس، اقسم بالله احساس يعني تستاهل ان انت تتعب له ياما. انا جبت المجموع ما كنتش عايزه قوي، بس هو قريب منه يعني، ان انا جبت 92. ان انا كنت حاسب لنفسي ان انا خلاص هجيب 94 واخش اسنان. ده كنت حاسبه لنفسي، وده كان المجموع اللي انا كنت عايزه. المجموع اللي انا كنت عايزه 95، حسبتها لنفسي بعد الامتحانات كانت 94. جبت 92 الحمد لله، دخلت كليه صيدله. ما كنتش مقتنع بيها في الاول، بس الحمد لله اقتنعت بيها، والحمد لله اللي ربنا اختاره لي حرفيا اختار لي احسن حاجه والحاجه المناسبه ليا. فالمغزى بقى من القصه اللي انا بحكيها لك دي ايه؟ ان الفتره اللي جايه دي حرفيا هي الفيصل بين الطالب اللي بيجيب والطالب اللي ما بيجيبش. احسن الظن بالله، وتاكد ان ربنا عند حسن ظنك بيه.
وأنا كنت دايمًا بادئ دعاء جميل في ثانوية عامة كده، كنت دايمًا باقول: "اللهم إني أحسنت الظن بك فاجبرني." فأنت خلّي شعارك الفترة الجاية ديّة اقرأ وربك الأكرم، طول السنة بنقول: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى." الفترة الجاية ديّة فترة مصيرية والله، وما لا يُدرك كُلّه لا يترك كُلّه. فعارف إن أنا طوّلت عليك، ويا رب، يا رب أكون قدرت أنفع 1% من اللي بيتفرّجوا على الفيديو، وقدرت إن أنا أرجّع لهم شيء من الأمل، وأكون سبب، مجرّد سبب بسيط إن هم يرجع لهم الأمل. كده والله العظيم إحساس الندم ده ربنا ما يكتبه على حد، لإنه إحساس وِحِش جدًا، إحساس وِحِش جدًا. وربنا يحقق أمانيكم، وربنا يوفقكم كلّكم يا رب. وما تنساش تشترك في القناة وتدعم الفيديو دوّة عشان يوصل لعدد أكبر من الناس، واستنى كل جديد.